السلام عليكم، ازيكم؟ النهارده عايزه اجرب حاجه معاكم جديده، لسه اول مره استخدمها. هي اسمها صبغه ريتش كريم، دي هندي. هي دي المفروض اللي هي مفيش فيها سلف امونيا ولا يعني مفيش فيها اي حاجه مؤذيه للشعر. هو الكيس ده ب70. هنشوف دلوقتي. هو المفروض في كيسين كده من جوه. المفروض الكيس ده بيتحط على الكيس ده، الاتنين دول بيتحطوا على بعض. ده اللون هير كولر، وده بيتهيألي المثبت بتاعه، ومعاه ورقة. طبعا ورقة مكتوبة يعني مش عارفة هي بالمشقلب ولا هي ايه، لا مش عارفة حقيقي. يعني ده هندي، هو مكتوب بالمشقلب كده، كلام بالمشقلب، مش عارفة ولا هي كده، والله ما انا عارفة. بس لا، هي مش كده لان الكلام مكتوب اهو من فوق اهي كده، هو الكلام كده. ما علينا يعني. المهم انا شفت لها ريفيوهات على النت وعجبتني، فقلت اجربها معاكم. هو هنا طريقة الاستخدام اللي احنا بنحط الكيسين على بعض وبنعملها وبنسيبها، المفروض هنا 30 دقيقة، نص ساعة يعني، بس هما كلهم في الفيديوهات قايلين سيبوها ساعة. هعملها معاكم اجربها. هي في منها الوان، يعني في منها اللون اسمه برجندي اللي هو النبيتي، انا بحب اللون النبيتي ده جدا، وفي لون اسود وفي بني، بس انا جبت النبيتي. فاحنا هنجربها معاكم وهقول لكم في الاخر عملت ايه. يا رب تكون النتيجة كويسة. هي دي تنفع للشعر القصير مش الطويل. لو شعرك طويل معدي كتفك بشوية، هتجيبي كيسين. بس هي دي يعني كل الريفيوهات اللي بيقولوا عليها اللي هي خالية من الأمونيا، وبتنفع كمان للي عاملين بروتين. نحط الاتنين على بعض وبتقلبيهم وتسيبيهم نص ساعة. كاتبين انا جايباها من، لو انتي من المنصورة، انا جايباها من صيدلية عمر بن الخطاب. منزلها من 100 ل70، 69 جنيه. طلبتها دليفري وجات يعني انا من كتر الريفيوهات اللي انا سمعت عنها قلت هجربها معاكم. هما طبعا شوية صغيرين بس هيعملوا شعر يعني. هما كاتبين بقى في الصيدلية اللي انتي تسيبيها لمدة ساعة تحت البروكاب، يعني تفتحي البروكاب وتحطيها على شعرك وكل شوية تفصليه، يعني لما شعرك يسخن تفصليه وتقومي فاتحة تاني، تفصليه وتقومي فاتحة تاني. هو ده اللون كده اهو، بقى خلاص عامل زي حمام الكريم. بس هما يعني انا حاسة ان هما شوية صغيرين قوي، يعني قد معلقة كبيرة بالظبط. هي بعد يعني اقل من ثواني من التقليب، بصوا ادت اللون النبيتي ده. هروح بقى اعملها في شعري وربنا يستر، وهقول لكم بعدها ايه اللي حصل. هرجع لكم تاني بعد ما اخلص.